السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعضينا الفطير المشلتت. انا هعمله بطريقتين، هعمل على الطاسة وهعمل فطير في الفرن. انا كنت عاملة قبل كده على الصفحة بتاعتي، اول ما فتحت الصفحة بتاعتي كنت عاملة فطير يعني لمدة 10 اشهر، بس يعني الحمد لله يعني مجابش مشاهدات عشان كان في كام لقطة الكاميرا ما صورتهمش. ارجو بقى المرة دي يعني تدوني تعبي في المشاهدات. يلا نبدأ بسم الله. نقول معايا ايه؟ انا معايا هنا كيلو دقيق نخلاوي مطلعه منه الهواء، معايا نص معلقة ملح، نقلبهم كده مع بعض. معايا مية عادية من الحنفية، بسم الله. عارفين العجنة بتاع الفطير دي، العجينة بتاعته ملهاش مقدار مية معين، طبعا ما بياخد معانا الدقيق. احنا عاوزين العجينة بتاعتنا بس خدت المج ده زي ما حضراتكم شايفين، وعاوزة برضك مية تاني. خلاص عجنت العجينة بتاعتنا اهي حضراتكم زي ما انتوا شايفينها، شايفين ملمسها عامل ازاي، طرية بس ما تلزقش في ايدي، شايفين حضراتكم. يلا بقى نفردها مع بعضينا. نرش هنا دقيق كده. انا حضراتكم اهو فردتها رول قدامكم سمنة، هدهنها كده جوه سمنة. هاتوا الرول بتاعنا سمنة، شايفين حضراتكم انا بلم ازاي. بلم كده، دهناه سمنة، واقطع واحط فيه. انا خلاص قطعت القطعه بتاعت الفطير كلها زي ما حضراتكم كده شايفين. خدت اول قطعه قطعتها ارتاحت، هبدا افردها معاكم عشان الفطيره بتاعتنا. نحاول نفرد الفطيره بتاعتنا كويس عشان تبقى الفطيره بتاعتنا رقيقه متبقاش سميكه. انا خلاص فردت الفطيره بتاعتنا حضراتكم زي ما شايفين حضراتكم. بصوا، وما يجراش حاجه لو الفطيره قطعت منكم كده، مفيش اي مشكله. هلم الناحيه دي كده، وبرضك هحط سمنه كده، وهلم من الناحيه دي برضك. هلم كده، وهلم من الناحيه دي برضك كده، وهمسك برضك الفطيره بتاعتنا المها كده زي البقجه. شايفين حضراتكم انا بلمها ازاي، بلمها ازاي، شايفين. معايا هنا صينيه برضك دهنها سمنه، وهحطها كده ترتاح. اخلص بقيه الكميه ونرجع مع بعض برضك نفردها ونسويها. انا معايا هنا فطيره حضراتكم قلت لكم عليها، الفطيره الكبيره اللي انا هسويها في الفرن، هي عاملاها 5 قطع، ادي قطعه وقطعه والتلاته هم. فردت واحده ولميتها، والتانيه ديت هحطها جواها كده حضراتكم، وبرضك هلم عليها كده اهو. فين حضراتكم كده اهو، وبرضك هركنها على جنب، واجيب القطعه التالته وهفرد برضك، وهفردها. وبعد ما هفردها هدخلهم برضك القطعتين دولت على القطعه دي، يبقوا 3 لغايه ما اخلص ال5 قطع. الفطيره دي كبيره اللي انا هسويها جوه الفرن. لحضراتكم المنظر دوت اللي انا قلت لكم، المقطع اللي متشال من الفيديو اللي انا عاملاه قبل كده بتاع الفطير. طريقه سهله وبسيطه مش متعبه خالص. كل ما العجينه بتاعتك
بتبقى مرتاحة. انا خلاص فردت الطبقة ديت الرابعة وحطيتها جواها كده حضراتكم زي ما انتوا شايفين، وهلم بردك كده اهو. شايفين عاملة ازاي؟ وهاتين بردك سمنة كده اهو عشان الفطير بتاعنا يبقى مورق. وهلم بردك كده اهو من هنا بردك. دي 4 طبقات ودي الطبقة الخامسة. حضراتكم انتوا بقى عاوزين تعملوا زودوا اكتر ما انا عاملة. انا عاملة الفطيرة دي 5 طبقات، مفيش اي مشكلة. 8 7 10 مفيش مشكلة. تبقى بردك الفطيرة بتاعتك مليانة طبقات. كل ما تزودي القطع هتبقى ايه مليانة ومورقة. بس ال5 دي يعني متوسطة، لا هي قليلة ولا هي كتير، حلوة بردك. ديت الطبقة الخامسة. هفرد حضراتكم زي ما كنتوا شفتوا معايا قبل كده. واما تتفرد هحط بردك الطبقة ال4 طبقات في قلبها وهلم وهعملها زي البقجة وهحطها في الصينية. الصينية سمنة. هتشوفوا بقى بردك مع حضراتكم معايا، بس انا مش عاوزة اطول معاكم الفيديو. انا خلصت بقية الطبقات. الفطيرة بتاعتنا دي الطبقة الخامسة بلمها حضراتكم كده بردك زي بردك البقجة كده اهو، شمال ويمين من كل جهة. اعملها كده زي البقجة. شايفين حضراتكم معايا هنا الصينية دهنها سمنة. احطها في قلبها كده اهو وهسيبها ترتاح علشان لما اجي افردها في قلب الصينية تتفرد معايا بكل سهولة. الصغير حضراتكم عملته معاكم اللي انا هسويه على الطاسة. دلوقتي انا بسويه حضراتكم شايفين منظره. ميزة الفطير اللي في الطاسة ان هو ما بياخدش سمنة كتير، بتبقى سمنته خفيفة شوية. حتى لو عايز سمنة بتحطي بالتدريج حبة بحبة. خلاص الفطيرة بتاعتي ارتاحت. هفردها مع حضراتكم. شايفين هفردها ازاي؟ ورجعت لكم تاني بعد ما سويت الفطير بتاعنا. الفطير اللي انا عملته مع حضراتكم على الطاسة 5 فطيرات. ادي 1 2 3 4 5. والفطيرة اهي الكبيرة اللي انا عملتها معاكم اللي انا سويتها في الفرن. شايفين حضراتكم الفطير مع بعضنا. بصوا مورق ازاي، بصوا طبقات. شايفين ده اللي انا عملته بالطاسة على البوتاجاز. كيلو دقيق عملنا منه كمية فطير. شايفين 5 فطيرات صغيرين وواحدة كبيرة اهي من كيلو دقيق. توفير ولا مش توفير؟ نجيب الفطيرة زي ديت اصغر منها والله ب17 جنيه. متبخلوش عليا بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. لو عندكم اي سؤال اكتبولي في التعليقات. فعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.